السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايبي يا حلوين؟ يا رب يكونوا دايما بخير، وكل متابعيني وكل حبايبي. بجد كل اللي اشترك في القناة عندي، وكل اللي عمل لي لايك، وكل اللي عمل لي تعليق حلو وفي كلام حلو. أنا بجد ممنونة ليكم كلكم، وإن شاء الله تبقوا دايما معايا، وجمهوري اللي بيدعمني دايما. طبعا انا بجد انتوا عائلتي الدنيا، زي ما انا ما قلت لكم المره اللي فاتت. انا دخلتكم مطبخي ودخلتكم بيتي، فبجد يبقى انتوا فعلا من عائلتي، ويا رب دي من المحبه بينا. وتعالوا بقى النهارده اقول لكم على خلطه جميله قوي لخلطه المحشي، المبهره اللي هتبهرك ان شاء الله، وتخليكي تقومي تعمليها بسرعه وتبطلي كسل. ولو واحده جايه من الشغل مثلا وتعبانه ومش قادره تقوم تعمل اي اكل، طب تعالي بقى انا اقول لك على خلطه محشي تفيدك بجد، جميله جدا وسريعه جدا. يلا بينا نقول المقادير. معانا معلقتين من الكمون، ومعلقتين بابريكا، ومعلقتين فلفل اسمر، ومعلقتين من الملح، وهنحط كمان معلقتين من الشطه الحمراء، ومعلقه من بهارات الفراخ، ومعلقه من بهارات اللحمه، معلقه من 7 بهارات، معلقه من الكزبره الناشفه. شفتوا بقى البهارات بتاعتنا جميله ازاي؟ احلى حاجه في المحشي بتاعنا البهارات يا جماعه. خلصنا كده البهارات، ندخل بقى على معلقه ونص من الثوم. ومعانا 4 بصلات تقطعيهم قطع صغيره، لو عندك كبه افرميهم في الكبه، بس انا مش عايزاهم مفرومين قوي. ومعانا خلطة المحشي بتاعتنا البقدونس والشبت والكزبرة، خرطناهم كويس وغسلناهم كويس، وغسلنا الرز بتاعنا، وجبنا الطماطم بتاعتنا زي ما انتم شايفين. انا مش مصلصلاها، انا عاملاها بشراها بالمبشره، واللي عنده كبه يبشرها في الكبه احسن يعني. المبشره ديت اللي انت بتجيبي قطيه قطيه وتعملي تقعدي تفركيها كده بالمبشره. طيب اول حاجه هنعملها هي حله الميه على البوتاجاز بتاعتنا، هنحط فيها حبة ملح كده بالبركة. يلا، ونحط معانا نسلق الكرنب معانا كده، ننزل ورقتين ورقتين او 3 على حسب ما الحلة بتاعت المية بتاعتك تاخد، ونغطسه كده ونطلعه بسرعة، ونطلعه في الحوض بتاعنا في مصفى، نشطفهم شطفة عشان طبعا الرمل اهو زي ما انتم شايفين. واشطفهم شطفة كويسة، وبعد كده اكمل تاني اهو، بحط معاكم ورق تاني. المهم ان انت بتخلوش في الميه كتير عشان ما يتبلش معاكي ويتهري. خلاص كده خلصنا الورق الكرنب بتاعنا زي ما انتم شايفين. ده كمان انا برضو عايزه اوريكم كمان الرز برضو اللي انا هعمله دلوقتي، ازاي تخلي بوتاجازك نضيف وما تتعبيش وتقفي كتير على البوتاجاز. لا طب ما انا ايه اللي يخليني اقف على البوتاجاز؟ طب ما تعالى اوريكم هنعمل ايه. نحط بقى القرص بتاع اخر قطعه، القرص بقى كده كله على بعضه بتاع الكرنب، بسلقه هو كمان بيتسلق معايا بسرعه لان الورق بتاعه اخف من الورق التخين اللي بره. بس زي ما انتم شايفين كده اهو بوتاجازي زي الفل، وحليتي خلصت خلاص، شلتها من على البوتاجاز وسلقت الكرنب بتاعه وشطفته شطفه كويسه. اجي بقى اجيب بوله كبيره فاضيه او طبق بلاستيك فاضي. اول حاجه هضيفها هي ال4 بصلات المبشورين او المتقطعين قطع صغيره، وهجيب بقى معايا التوابل بتاعتي، الملح والفلفل والشطه والبابريكا والكزبره الناشفه والفلفل الاسمر وال7 بهارات وبهارات الفراخ وبهارات اللحمه. طبعا محشي يعني بهارات. حط بقى معايا 3 قرون فلفل كده سبايسي، مع معلقه ونص من الثوم، وقلبهم كويس جدا جدا جدا. خلي البصل بتاعي يشبع كده من التوابل ويدبل. طبعا انت حطيتي عليه التوابل اللي هيدبل، ده اساسي يعني ان البصلايه تبقى دبلانه، هو ده اللي انا عايزاه. طيب ايه تاني يا بسمه اللي هتعمليه؟ انا دلوقتي هجيب الصلصه بتاعتي اللي انا مش مصلصلاها، اللي هي الطماطم المبشوره يعني من الاخر.
اسمها طماطم مبشوره. اجيب معايا ايه تاني يا بسمه؟ اجيب معايا برطمان صلصه. طب انا مش هفتحه دلوقتي، كنت هفتحه بس غيرت رايي، هفتحه في الاخر. طيب ايه بقى، ايه المفروض انك هتعمليه دلوقتي؟ احط الرز اللي انا غسلاه ومصفياه كويس جدا جدا. المهم ما اخليش الحاجه بتاعتي فيها نقطه من الميه. طيب ايه كمان؟ اجيب الخلطه المحشي بتاعتي اللي انا عاملاها، مخرطاها كلها وغسلاها ومصفياها جدا من الميه. خلاص كده. اقلب بقى كله تقليبه حلوه جدا جدا اهو. طبعا مش هنسى ان انا لسه ما حطيتش الصلصه، احطها هي كمان. برطمان الصلصه الصغير ده احطه كله، عشان انا عامله كميه. لو انت عامله نص الكميه بتاعتي حطي نص برطمان صلصه. خلاص كده. بصوا انا دلوقتي هحط برطمان الصلصه كمان بالمره، عشان وانا بقلب بقى ما شاء الله هي الكميه في ايديا طبعا، فانا لازم ايه بقلب بصعوبه يعني وكده، عشان بجيب اللي تحت فوق، عشان اخلي التوابل تخش في كل الرز بتاعي. خلاص. طبعا بقى التحبيشات بتاعتي، معلقتين السكر اللي قلت لكم، اي محشي ولا اي حاجه حطيتي فيها طماطم يعني سكر. السكر بيخلي يا جماعه الاكل بتاعك ما يبقاش يعملكيش حموضه على صدرك، او يخلي الاكل تقيل في معدتك. بصوا ما شاء الله انا اهو ما سبكتش ولا جيت جنب البوتاجاز. وبصوا ما شاء الله الطماطم حمرا ازاي. انا عايزه اقول لكم هي، عارفين هي حمرا ليه؟ عشان انت حاطين فيها بابريكا، والبابريكا بتحمر الصلصه. طيب هنيجي هنا بقى نمسك الورقه ورقه ونتنيهم فوق بعض كده، نتني واحده كمان فوقيها، نخلي المعضمين كده فوق بعض. يعني ايه المعضمين يا بسمه؟ يعني العصيان بتاعتها. طيب هنخليهم كده فوق بعض. طيب ليه بس ما بتعملي كده؟ انا بقول لكم دلوقتي بعمل ليه كده، عشان خاطر انا قبل كده عملت لكم حلقه عن الكرنب وانا بقطعه. فالمره دي اهوت واحده بواحده معاكم، بتني كل واحده فوق التانيه، عشان خاطر نقطع العصيان بتاعتهم، ونقطع ونخليهم رصات فوق بعض اهو زي ما انتم شايفين. طبعا ايه، بصوا بقطع كميه بحالها، بقطع كميه بحالها زي ما انتم شايفين. وايه واقطع بالسكينه كده العصيان كلها كده. بصوا هي شايفين انا ما هدرتش الكرنب خالص، ما ما هدرتهوش. ما هدرتوش. بصوا اهو، بصوا شايفين الرصه عامله ازاي. برصه بقى مربعات كده، اللي عايز يقطع صوابع كبيره يقطعها، اللي عايز يقطع المربعات صغيره يقطعها. انا طبعا بحبها صغيره، فبحب اقطعها ايه، صغيره معايا. بصوا شفتوا الرصه اهي، فوق بعض فوق بعض. وطبعا ايه هكمل لكم، اعمل لكم ورقه كمان قدامكم عشان بس برضو ايه تشوفوني وانا بعملها. احطهم فوق بعض اهو. بصوا شايفين عاملين ازاي، كله فوق بعض فوق بعض. واقطع ايه العصيان بتاعتهم. اقطع، بصوا بقول لكم اقطع العصيان اهو، عشان بس ايه تعرفوا ان انا ما بهدرش الورق. في ناس تقولك طب ما انت العامله بتاعتك دي تهدر الورق، لا اهو. عايزه تخليها سمكها تخين خليها، عايزه عريض يعني مثلا، عايزه تخليه سمكها طويل خليها براحتك. انت اللي بتتحكمي في السكينه، وانت اللي بتتحكمي في المربعات بتاعتك. اهو كله فوق بعضه، بيترص كله فوق بعضه. بيترص كله فوق بعضه زي ما انتم شايفين. اجي بقى يلا نحشي مع بعضينا. بصوا ما شاء الله الرز وجماله والحمار بتاعه. جبت بقى ورق فويل حطيته في قعر الحله،
انا ليه جبت ورق فويل يا جماعه؟ اول مره اعملها صراحه، الفكره دي عجبتني، شفتها وعجبتني، فانا قلت لازم اجربها. انا طبعا كان عندي ورق فويل، ما اشتريتش ورق فويل مخصوص يعني، اللي عنده يحطه واللي ما عندوش ما يحطش. فانا كان عندي ورحت حطيت طبق كده على في قعر الحله، وخرطت بصلايه. بصوا عايزه اقول لكم، بقول لبنتي خرطي لي بصلايه في الحله بتاعتي. تخيلوا عملت البصل ازاي؟ بصوا، مورقاه، هي مش مخرطاه، هي مورقاه، يعني يعني شالت طبقه طبقه كده بايديها، وراحت رصتهم في قلب الحله. نظام البنات بقى. بس كتر خيرها يعني المساعدة حلوة. طبعا بقى ايه، رصت بقى طبعا اهو زي ما انتم شايفين المحشي، صوابع المحشي الخضراء الاول، عشان لو يعني حصل ان هي شاطت شوية او حروقت، يبقى الاخضر هو اللي يستقبل الحروقة. بس ان شاء الله ما فيش اي حروقة باذنك يا رب، وان شاء الله ما فيش خلي العجة تلزق. اهو بنزل بصوا بلف، بحط شوية رز والف على طول، لانك انت مقطعه ومجهزه التقطيع بتاعك. دبل. بس واجي هنا بقى طبعا ايه، بلف الكرنب كويس. اجي بقى طبعا برضو نفس انا عايزه بس اكمل لكم صف معايا. وطبعا بقى يا جماعه انا بقى مش طبعا عمري ما هلف لكم الحلل يعني وانا واقفه، لا ده انا هفرش بقى واقعد في الارض. بس انا قلت حابه ايه اوريكم وانا بلف وانا واقفه كده كام صباع، وبعد كده اخدهم على جنب واقعد على جنب بيهم. طيب بص البصل اللي هي عاملاه ازاي، بص بص والله شكله جميل. هي مورقاه، هي مش بقول لها خرطيها طرنشات، راحت مورقاها لي، يعني اللي هو ايه، خرطتها كده اربع تربع، وراحت شالت ورقه ورقه وقعدت ترصها في قلب الحله. قلت لها إيه يا بنتي لا، فانا صراحه استغربت. بصي المنظر، البصل والله البصل شكله حلو عجبني، وشبه البتنجان. بصوا البتنجان ما شاء الله، ورز كمان معايا عمال بيحشي. بصوا، ولا مثلا ملتوت، ولا الصلصه بتاعتي ايديا مثلا، ولا سخنه، ولا اي حاجه. ما شاء الله. وحمرها، بصوا الحمار عامل ازاي، حمار رباني زي ما بيقولوا. اهو بصوا، ولا في رزايه ولا في اي حاجه. طبعا خلاص كده، بصوا بقى ايه، حشينا ايه المحشي بتاعنا زي الفل. يا رب يعجبكم. اكمل بقى بقيه الحلل بقى ايه وانا قاعده كده بقى على الارض متستته. خلصنا الحلل، اجي بقى احط ميه بتاعتي على البوتاجاز، احط فيها غسله الفراخ بتاعتي بميه وخل وملح، ومعايا بصلايه وطماطمايه. طيب بس طلعت الحله بتاعتي بقى، المفاجاه اللي انا بحط بقى في الحله بتاعتي طلعت صغيره، مش هتخلي الفراخ بتاعتي تستوي كويس. فانا قلت لا، افضيها في حله اكبر عشان خاطر تاخد راحتها كده وترحرح على اهي. بصوا فضيتها في الحله فعلا الكبيره. بحب الحاجه تاخد، يعني ربنا جعل الحاجه معاكي واسعه، تضيقيها ليه؟ بس وسعيها على نفسك. اهو زي ما انتم شايفين، انا وسعت على نفس الحله، وحطيت طماطمايه وبصلايه ومعلقه فلفل اسمر ومعلقتين من الملح وليمونتين ناشفين، الليمون الاسود اللي هو الناشف، واحط شويه زعتر، ورق لوري، وحبهان. بس كده، هو ده اللي انا عايزاه في الفراخ، مش عايزه اكتر من كده. انا مش عايزه اكتر من كده يا جماعه. بس واجي برضو ايه، خلاص كده انا خلصت برضو اهو، بقول لكم الملح اهو. بس انا قلت لكم طبعا التوابل كلها اللي انا حطيتها، واسيبهم بقى ايه، كله يستوي في بعضه. الليمون شفتوا الليمون الجاف اللي هو الليمون الناشف. ليه حطيت ليمون ناشف؟ بيخلي طعم الشوربه ميزز كده وجميل. اغطيها بقى تغلي غلوتين. اجي على بقى ايه، اوريكم بقى منظر المحشي. الله اكبر بعد ما حشيته، بصوا يتاكل ني والله. والله يا جماعه يتاكل ني. تسلم ايديا وحياة عينيا. بصوا، بصوا الجمال. عملت كوسه وفلفل وكرنب وبتنجان وفلفل برضو. طيب هنحط بقى زيت من فوق الوش. انا اصلا في العاده بتاعتي بحط زيت، بس المره دي انا حطيت زيت بذمه، ومعلقتين سمنه في كل حله، سمنه بلدي عشان تدي ريحه حلوه.
فين؟ في كل حله من فوق الوش قبل ما احط الشوربه، في كل حله معلقتين بالظبط. ليه يا بسمه كده؟ عشان يديكي طعم. مش عايزه تحطي سمنه ما تحطيش، عايزه تحطي زيت حطي، يعني اللي انت حباه. انا حبيت ان انا اغير الطعم المره دي، احط سمنه بلدي واحط زيت، نغير طعمه ويدي لمعه كمان، لان المحشي يعني توابل ولمعه. طيب هنعمل ايه كمان تاني؟ هنروح بقى ايه، طبعا نسيب بقى كده المحشي كده على جنب لحد ما الشوربه بتاعتنا تغلي، واجي اجيب بقى ايه الخلاط بتاعي، شفشق الخلاط، فيه بصلايه وطماطميتين ومعلقه فلفل اسمر ونص معلقه كركم ومعلقه ملح صغيره، اهو زي ما انتوا شايفين. واروح على الخلاط بتاعي اضربهم عشان خاطر نتبل بيهم فراخ اللي هتتسلق. طيب الفراخ المسلوقه اهي اتسلقت، خدت منها الشوربه، بقت نص الحله زي ما انتوا شايفين. احط نص الحله بس بتنجان، ما املاش الحله على الاخر، احط نصها بس عشان خاطر ما لما بتغلي كده كده البتنجان بينزل ميه والفلفل بتاعي بينزل ميه، فانا ايه الحاجات اللي بتنزل معاكي ميه ما تحاوليش تديها شوربه كتير، يعني تديها نصها بس. طيب اجي بقى اسقي الكرنب بتاعي لحد اخر طبقه من فوق، وتسقي لحد اخر صباع محشي من فوق، تديله ايه طبقه شوربه طبعا. الشوربه دي طبعا مليانه توابل زي ما انا ما قلت لكم، وكمان المحشي بتاعي فيه توابل وحدقه، فانا مش محتاجه ان انا احط حاجه تاني. اهو من الشوربه بغطي المحشي بتاعي لحد اخر صباع من فوق، بحط الشوربه بس، ما تكتريش اكتر من كده. الكوسه طبعا مغرفتين تلاته كده، لاني اصلا الكوسه بتنزل ميه، حاولوا ما تكتريش برضو، نص الحله بتاعتك تبقى او اقل كمان من النص شوربه، عشان الكوسه بالذات يا جماعه بتنز ميه وانا مش عايزاها تتهري. طيب هنعمل ايه تاني؟ نرفعهم على البوتاجاز، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ايه الجمال المحشي الجميل ده، يا سلام يا سلام، الله الصباع بصباعه، مفيش رز كده مفتفت ولا واقع في الارض، واللمعان بتاعه يجنن، بصوا ومش لازق في الحله. اجي بقى اعمل ايه؟ احط بقى كمان الكوسه بتاعتي والبتنجان بتاعي كمان، يا سلام بصوا ما شاء الله يفتح النفس ازاي. كرنب بقى على فكره يا جماعه، الكرنب اللي انا جايباه كرنبايه كبيره ب 15 جنيه، حلوه على فكره مش وحشه. يعني كانت امبارح ب 25 جنيه كلهم في حال. ايه رايكم بقى في المحشي والاكل بتاعي؟ يا رب يكون عجبكم يا رب. طبعا والله العظيم الكاميرا ظالمه المحشي، اهو بصوا يا حماره يا حماره يا جماله، بص الكوسه واحده بوحدتها، مفيش اي رز، مفيش اي تكتلات من بره، مفيش اي حاجه اتعجنت، اهو الفراخ بتاعتي خدت وش في الفرن اهو. يا رب يكون عجبكم الفيديو، يكون خفيف على قلبكم، وما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناه.